هذا الشاب عمره 20 سنة ومخطط يستأجر قتلة مأجورين حتى يقتلون أمه وأبوه. اسمه بارت، وبارت عمره 20 سنة من تبدي القصة، وعايش بولاية تكساس. وبارت عنده مشكلة كبيرة لسبب ما هو يكره عائلته، يمكن لأن يتوقعون من عنده هواي ويطلبون منه أكثر من طاقته، ومع السنين صار يحمل عليهم بغض ويضج من عندهم يوم ورا يوم، لحد ما قرر بسنة 2000 انه يتخلص من عائلته نهائيا. والسبب مو بس الكره، لكن لان اذا اهله يموتون راح يرث حوالي 1,500,000 دولار. فيقرر يستأجر قتلة، وأول ناس يلقاهم 2 من رفاقه بالجامعة، يروح لهم ويقول لهم أدفع لكم بس اقتحموا بيت أهله وقتلوهم، وهم يقولوا له تمام. يروحون البيت أهله ويوصلون للشباك الخلفي حتى يقتحمون. أول ما يلمسون الشباك الإنذار يشتغل، يرتبكون ويهربون. خطة رقم 1 فشلت. بعد فترة بارت يروح لصديق ثاني ويعرض عليه نفس العرض. الصديق بالبداية يقول أوكي، بس مني يحس إنه الشغلة صارت جدية يخاف وينسحب. الخطة الثانية هم فشلت. سنة 2001 بارت يرجع يدور، ووحدة من معارف بالجامعة تسمع أشاعة إنه يريد يقتل أهله وتبلغ الشرطة. الشرطة راحت وقالت الأهل بارت، قالت لهم ابنكم يريد يقتلكم، بس أهله ما صدقوا. راحوا وسألوا بارت وقالهم لا، هاي سوء تفاهم، وهم صدقوا للأسف. يمر الوقت، نوصل لسنة 2003. بارت يحاول للمرة الرابعة. هالمرة يحصل على 2 يعرفهم، أسماهم شامبين وبورشير. يقول لهم أدفع لكم بس تقتحمون بيت أهلي وتقتلونهم. قالوا له تمام. يحطون خطة، بارت يطلع أهله برا البيت بحجة أنه هو راح يتخرج من الجامعة، هو أصلا مفصول من الجامعة. بس يطلعون شامبين وبورشير يدخلون البيت ويخربطون حتى يبين سرقة. وبعدين لما العائلة ترجع بورشين يطلق النار عليهم. وبالفعل بارت يطلع ويا أهله العشاء يحتفلون بتخرجه على أساس، وحتى اشتروا له ساعة رولكس ب4,000 دولار هدية تخرج. هم ما يعرفون إنه كل شيء كذب، وما يعرفون إن الموت ينتظرهم بالبيت. شامبين وبورشير راحوا للبيت، وبورشير دخل للبيت لأنه بارت خلى الباب الأمامية مفتوحة إلهم. بس الحجي بارشير نسى يخربط البيت حتى تبين إنه هي عملية سرقة، وقعد بالبيت وينتظر العائلة تجي. ترجع العائلة للبيت